بيان إلى الرأي العام. قامت الفصائل التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بشن هجوم ممنهج على حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابعين إداريا لمحافظة حلب، وذلك تنفيذا لأجندات خارجية دولية وإقليمية، وعلى رأسها الدولة التركية والأيادي القذرة التي تدخلت مباشرة عن طريق أجهزتها الأمنية والاستخباراتية ومسيراتها، وذلك في السادس من شهر كانون الثاني لعام 2026 وعلى نطاق واسع. إن الهجوم قد استمر لمدة 6 أيام متتالية، وقد استخدم في الهجوم الكثير من الأسلحة الثقيلة والطيران المسير، والذي تم مواجهته بالأسلحة الفردية في حرب غير عادلة وغير متكافئة وبعيدة عن جميع المعايير الأخلاقية والإنسانية والقانونية في تطهير عرقي للمكون الكردي الذي يعد مكونا أصيلا في الأرض السورية. فتم استهداف المدنيين بشكل مباشر واستهداف الأبنية السكنية والبنية التحتية وبشكل متعمد. إن الدخول إلى الحيين لا يعد انتصارا لهم، بل وصمة عار على جبينهم وجبين الإنسانية. فقط انتصرت مقاومة الشيخ مقصود وخسرت إنسانية المجتمع الدولي أمام مكون ضحى بالآلاف من فلذات كبده ليخلص العالم من رجس الإرهاب في صمتهم، حيال استهداف الكرد بشكل علني من قبل أفراد وفصائل مصنفة على لائحة الإرهاب. لقد أبدت قوات الأمن الداخلي مقاومة أسطورية سيخلدها التاريخ، فبنات وأبناء الشيخ مقصود والأشرفية رفضوا الذل وقرروا المقاومة أمام الإرهاب وأهدوا أرواحهم فداء لأرضهم. فهم أبناء الشمس وأبناء كاوى الحداد والشيخ سعيد، لا يطأطئون رؤوسهم لمن يريد إبادتهم. وسطرت أروع البطولات الفدائية التي قدمتها شهداء الحرية ورسل الإنسانية، من زياد إلى دينيز وبيان وغيرهم من الشهداء الذين قالوا المقاومة حياة. وإن هذا الاستهداف المباشر والتنكيل والتهجير لأصحاب الأرض هو إقصاء لمكونات الشعب السوري والاستفراد بالحكم في تكرار لنظام البعث وبعباءة جهادية متطرفة. إننا مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات نستذكر بكل احترام جميع شهداء مقاومة الأشرفية والشيخ مقصود، ونتقدم بخالص التعازي إلى عائلات شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم، ونعرب عن استنكارنا وإدانتنا للهجوم الذي استهدف الوجود التركي من خلال القذف المباشر والتمثيل بالجثث والقتل الممنهج والتعذيب، والتي تعتبر جرائم تضمنتها القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين ومنع الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. كما نستنكر الصمت الدولي وندعو المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها أحياء الحيين، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات بحق أهالي الحيين. كما نحيي تلك المقاومة التاريخية التي صنعت تاريخا جديدا، تلك المقاومة التي تحولت ملحمة جديدة ستبقى مدرسة للأجيال القادمة في صون الكرامة والقضية الكردية وطريقا نحو النصر الذي سيحقق أهداف شهدائنا. كما نجدد عهدنا مع شهدائنا الذين تركوا وراءهم أثرا عظيما من التضحية والشرف ورمزا للكرامة، بل بأن كل قطرة دم سقطت في أزقة الأشرفية والشيخ مقصود لم تكن مجرد دم، بل كانت عهدا جديدا يكتبه الأطفال. سقوط ورمي الشهيدة من تلك العمارة التي تشهد على مقاومتها، مع سقوطها سقطت ذكوريتهم الداعشية تحت نعالها. تموت الإنسانية والصمت الدولي والخيانة تحت أقدام شهدائنا الذي التقوا مدافعين عن الدار والعرض. الشفاء العاجل لجرحانا، الرحمة لشهدائنا الأبرار. ننحني إجلالا وإكراما أمام بطولاتكم العظيمة التي هزت عروش الحكومة الساقطة. مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات 12/1/2026.